رغبة في تقليص المسافات بين المدن والتخفيف من وطأة حوادث السير المتفشية، الشبكة الطرقية بجهة دكالة عبدة تتعزز بطريق سيار جديدة، محور سيحسن ظروف تنقل المسافرين. غتنفعنا يعني غتروج البلاد. أول مرة كنا عندنا العزلة، ما تبقاش عندنا العزلة، أي واحد عندنا الرواج في الويلية، الإنسان غيجي يطلع من الدار البيضاء غيدير نص ساعة ولا ساعة. غادي تنفع الساكنة وغتفك العزلة بين الآسفي والجديدة وغادي تنقص من حوادث السير. بكلفة مالية تقارب 5 ملايير درهم وعلى طول 143 كيلومتر، سيربط هذا المشروع الأقطاب الحضرية لجهة دكالة عبد الجديدة آسفي، ويتطلب إنجازه تسخير إمكانيات مادية وبشرية. هذا المشروع يتطلب تحريك 25 مليون من التسريبات من الترمة، وإنجاز 115 قنطرة، من بينها 47 قنطرة علوية، 25 قنطرة سفلية، 16 قنطرة للسيارات و23 قنطرة للراجلين. بعد عامين سيدخل طريق السيارة الجديدة آسفي الخدمة، وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على هذا المحور الطرقي، عندما ستتمكن 2400 عربة من العبور يوميا من هذا الطريق السريع.